ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إخواني الأعزاء وأخواتي العزيزات، نعود والعود أحمد. نعود لدرسنا في كتاب الداء والدواء، هذا الكتاب العظيم لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وكل كتبه نافعة جليلة. رحم الله هذا الشيخ وأمثاله وكل العلماء الذين عملوا لله تبارك وتعالى. وكنا تحدثنا في الأسبوع الماضي عن أن الدعاء، آخر ما تحدثنا عنه، عن أن الدعاء يرد المكروه، وهنالك أسباب تمنع إجابة هذا الدعاء، وتكلمنا عنها فيما مضى من الحلقة الماضية. واليوم كذلك نحن نستمر في هذه الأشياء ونسمع كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، هذا الكلام الجميل في بعض الأسباب كذلك التي ربما قد تمنع استجابة الدعاء. لماذا؟ الآن ابن القيم رحمه الله تعالى يبين لك، يعطيك قاعدة عامة أن الدعاء يرد المكروه، وأن الدعاء يفعل كذا، هذا الأصل فيه. وهناك موانع تمنعه، لأنه قد يتساءل أني أدعو فلا يستجاب لي، أفعل فلا يستجاب لي، فيبين رحمه الله تعالى أسباب هذه الموانع وما هو العلاج لهذه الأشياء. يعني كيف تجعل دعاءك مستجابا مقبولا من الله تبارك وتعالى بالأسباب التي تفعلها. قال رحمه الله تعالى، يتكلم الآن في حديث كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه. هذا الحديث تكلم فيه، وبعضهم عده أنه حديث منكر لا يثبت، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حسنه فهو مقبول. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، كما ذكرنا في أخذ الدواء حينما تكلمنا في الحلقة الماضية عن أخذ الدواء. إذا أخذته أو إذا رقيت، حينما ترقي الإنسان أو تسترقي، لا بد أن يكون هناك يقين بما تفعل حتى يجد هذا الجسم الفائدة والدواء، أو هذا المحل الذي أنت تقرأ عليه أن يجد ما يرجو. فلا بد له من اليقين. وكذلك في الدعاء نوع من أنواع العلاج، فحينما تدعو الله، بل هو العلاج كله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي، وهو الذي يعطي، وهو الذي يقي، وهو الذي يرزق، وهو بيده كل شيء. وقال سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخيفة. فأنت حينما تدعو وأنت موقن بالإجابة أن الله سيستجيب لك، لا يكون في قلبك شك. ربما المرء يخاف أحيانا ذنوبه، ولكن ليعلم أنه لو أتى بالدعاء كما هو مطلوب منه مع اجتناب الموانع، فإن الله سبحانه وتعالى يتقبل منه بفضله وكرمه. وقال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. هذا أيضا أمر عظيم. بعض الناس الدعاء عنده مثل العادة أو الديدن، يعني ينتهي من الصلاة يسلم ثم تجده يرفع يده وهو يلتفت يمينا ويسارا، يقول أشياء أوراد تعود عليها، ثم يقوم وينصرف.
فهذا تجده لاهي غافل، قلبه ليس حاضر. لا بد حينما تدعو تستشعر عظمة الله تبارك وتعالى وأنت واقف بين يديه، وأنت رافع يدك إليه سبحانه وتعالى، ترجوه وتسأله، والله يستمع لدعائك. هذا الموقف موقف عظيم، فلا يصلح أن يكون القلب معرضا عنه جل وعلا، وأن يكون القلب في لهو أو غفلة، أو ينظر إلى ما في يشوش عليه من أمور أمامه أو في السجادة التي يصلي إليها. ولعل مصداقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى به أو أهداه أبو جهم إنبجانية، وهي نوع من الأكسية أو الكساء، فلبسه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه زخارف وأشياء كثيرة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين فشغلته هذه الإنبجانية عن الصلاة. يعني مع عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وقدره وقدر خشوعه شوشت عليه هذه الإنبجانية أو هذه الزخارف والأمور التي كانت في هذه العباءة، فانصرف وقال: خذوا أنبجانية أبي جهم وأعيدوا إلي ثوبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انظر إلى هذا الشيء لأنه يصرفك. فمثل هذه الأمور حينما تأتي تصلي ينبغي أن تبعد عن أمام عينيك أو عن عينيك الصوارف التي تصرفك، حتى لا يكون قلبك لاهٍ غافل بعيد عن الله تبارك وتعالى. فلا بد أن يكون القلب حاضر منكسر بين يديه سبحانه وتعالى، معترف مقر بذنوبه، كما قال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخيفة. تضرع هو الطلب بالمسكنة، وخوفا منه سبحانه وتعالى أن يعاقبك أو أن لا يستجيب لدعائك بسبب الذنوب التي أنت اقترفتها. فقال رحمه الله تعالى: فهذا دواء نافع مزيل للداء، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته، وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفه. كما ذكرنا بالحلقة الماضية أن أكل الحرام مما يبطل أو مما يضعف الاستجابة. ولعل شيخ الإسلام هنا سيذكر كذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذا الحديث أيضا. ثم قال: ثم ذكر الرجل، هذا إكمال الحديث، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. حديث رواه مسلم رحمه الله تعالى. وهذا حديث عظيم كذلك. كما ذكرنا من أسباب موانع الدعاء الغفلة، أن لا يحضر قلبك. ولهذا من الأسباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان أن يصلي الليل أو أن يقوم وهو نعسان، يقول فيريد أن يدعو الله سبحانه وتعالى فيدعو على نفسه. لماذا؟ لأن القلب
غير حاضر. وكذلك في هذه المواطن أنت تدعو ما تدري ماذا تقول، مجرد تنتنات ترددها وأنت لا توقن ولا تدرك ما تقول. وأيضا من الأسباب أكل الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ينادينا: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني لا يقبل منك الحرام، لا يقبل منك أن تأتي فتتصدق من سرقة أو من ربا أو من اختلاس، لأن الله سبحانه وتعالى طيب جل جلاله، ولا يقبل إلا الطيبة من الصدقات والهبات التي أنت تتصدق بها، تريد وجه الله سبحانه وتعالى حتى تكون مقبولة. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. الأمر الذي أمر به المؤمنين هو الأمر الذي أمر به المرسلين على مقامهم العظيم عليهم الصلاة والسلام. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. أمر الله سبحانه وتعالى الرسل أن يأكلوا من الطيبات ويعملوا الصالحات. وكذلك قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هنا توجيه للرسل في الآية الأولى، والآية الثانية توجيه للمؤمنين بأكل الطيبات. فالجميع مأمور بأن يأكل من الطيبات ولا يأكل من الحرام. ثم ذكر الرجل كما في الحديث، هذا الراوي يقول: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. هنا اجتمعت فيه أسباب إجابة الدعاء. أول سبب ما هو؟ السفر، يطيل السفر، في سفر طويل، كما ورد في الأثر أن من أسباب قبول الإجابة أن تدعو وأنت مسافر في السفر. هذه من أسباب من مواطن إجابة الدعاء. يطيل السفر أشعث أغبر. أشعث غير منتشر. طبعا هذا لا شك أنه مثال يضرب به للذين كانوا يسافرون في الصحراء على الجمال وعلى الحمير وعلى الأرجل وغيرها، فكان الغبار يعلوهم وشعورهم غير منتشطة متناثرة، والغبار يعلو ملابسهم وأرجلهم. ثم يقول: شو كل هذه؟ يقول: يمد يديه. ورفع اليدين كذلك من أسباب الضراعة والمسكنة بين يدي الله سبحانه وتعالى في المواطن التي ينبغي فيها رفع اليدين. ثم ينادي ربه ويكرر، هنا يقول: يا رب يا رب. هنا كذلك دليل على الإلحاح. الرجل هذا يلح في الدعاء. كيف عرفنا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب يا رب، يكرر دعاءه. كل هذه أسباب لقبول الدعاء. ثم جاء هنا المانع، فقال عليه الصلاة والسلام: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. يعني فأنى يستجاب له؟ كل أمره محرم. الطعام الذي يطعمه حرام، ومشربه، الشراب الذي يشربه كذلك حرام، واللباس الذي يلبسه كذلك محرم والعياذ بالله. فماذا بقي له؟ ما الشيء الذي بقي له من الحلال؟ وغذي بالحرام، يعني حياته متلبسة وجسمه متلبس بالحرام، غذي بالحرام. فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب له، فقال: فأنى يستجاب لذلك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرى استحالة أن يستجاب لمثل هذا العبد الذي هذا حاله.
لا بد للمرء أن يجد سببا من أسباب القبول، لا بد لك من أسباب القبول، فليس معنى أن ترفع يديك بمعنى استجيب لك. فالمرء بين طرفين، إما إفراط أو تفريط. بعض الناس يفعل الحرام ويفعل المنكرات ثم يقول لك إن الله غفور رحيم وأننا سندخل الجنة وأن الله، وبعضهم يفعل الخيرات ويفعل الإحسان وييأس ويقنط من رحمة الله، وهذا كذلك أمر لا يجوز. ولكن المرء يعيش بين جناحي الخوف والرجاء، يعمل الأسباب، تجنب المحرمات وتجنب المنكرات وأكل الحلال وعدم أكل أموال اليتامى وأموال الناس وإلى آخره من تلك المحرمات التي نهانا الله عنها، ثم يدعو الله سبحانه وتعالى وهو يرجوه. الرجاء هنا الرجاء وهو يرجوه، ويخاف ألا يقبل منه لأمر قد ارتكبه، لأن المرء لا يزال مقصر في شأنه في ذات الله سبحانه وتعالى. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يستبعد الإجابة، هذا بعيد أن يستجاب له. ولكن لعله يرد هنا أن بعض الناس يفعل في حياته كلها المنكرات وكذا ثم يسلم ويجاهد في سبيل الله فيقتل ويدخل الجنة، هذا شأنه آخر. مثل الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم في حينه في إحدى الغزوات، وأسلم في حينه ثم جاهد مع رسول الله وقتل ولم يركع لله ركعة. وهكذا قد يتصادف مع الناس في أزمنة كثيرة. وربما بعض الأحيان يأتي العبد بقلب خالص منيب إلى الله سبحانه وتعالى خاضع وهو عازم على التوبة، حياته كلها في ذنب ومعصية وكذا، ويأتي ويدعو الله أنه لا يفعل ذلك فيستجيب الله سبحانه وتعالى له، كما في حديث موسى عليه السلام حينما خرج يستسقي هم وبنو إسرائيل، جفت الأرض وأجدبت، فخرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل يستسقي الله جل وعلا، فجعلوا يدعون فلم يستجب لهم، فنادى ربه موسى فقال يا ربي إنا دعوناك فلم تستجب لنا، فما الذي منعنا من الإجابة؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام فقال إن بينكم عبد من عبادي يحاربني بالمعصية منذ 40 سنة، مروه فليخرج ليستجاب لكم. فنادى موسى عليه الصلاة والسلام في القوم أيها العبد الذي حارب الله بالمعصية 40 عاما اخرج من بيننا فإنك قد منعت عنا المطر أو القطر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فبعد فترة إذا بالأمطار تنزل، ولم ير موسى أحدا خرج من بينهم، فقال يا رب كيف استجبت لنا ولم يخرج من بيننا أحد؟ فقال إن عبدي هذا قد تاب. انظر إلى هذا الموطن الآن. الشاهد هنا أن هذا الرجل يحارب الله سبحانه وتعالى من 40 عاما، وكان سببا في منع القطر أو نزول المطر على بني إسرائيل كلهم، معهم موسى عليه الصلاة والسلام، مع ذلك كان هو سببا في المنع. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له. فلما تاب مخلصا منيبا
حاضرا من قلبه وسأل الله ألا يفضحه، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم المطر، فقال يا ربي ما السبب الذي أنزلت لأجله المطر علينا ولم يخرج ذلك العبد؟ فقال إنه قد تاب. فقال أخبرني عنه، من هو؟ فقال يا موسى إني سترته 40 سنة يعصيني، أفأفضحه حينما يتوب؟ أفأفضحه حينما يتوب. انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. يتمثل هنا، وكل شأننا من رحمته جل وعلا، يتمثل هنا في استجابته للناس بنزول المطر، بتوبة هذا العبد، أي أن الله سبحانه وتعالى تقبل توبته. لماذا؟ لحضور قلبه ولإخلاصه ولصدقه مع الله تبارك وتعالى، لأنه صدق الله سبحانه وتعالى ورأى منه الصدق أنه تائب توبة نصوحة حقيقية، فغفر له سبحانه وتعالى وأنزل على الناس المطر. ثم الأمر الآخر، وهو الأمر الذي نعيش به كلنا ونمشي عليه، وهو الستر. إذ طلب موسى عليه السلام وهو نبي الله أن يريه من هذا، حتى أن الله سبحانه وتعالى لم يفضحه عند نبيه وهو كليمه موسى عليه السلام، وهو بمنزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، لم يخبر به موسى من هذا الذي كان يحارب الله جل وعلا 40 سنة بالعصيان. انظر كيف نتقلب في رحمة الله سبحانه وتعالى ونعصيه، ويطعمنا ويسقينا ويكرمنا ولا يفضحنا. وإن تبنا لم يفضحنا مستورين، ولله الحمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا ستره. ثم قال رحمه الله تعالى، وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه: أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة، وترفعون إلي أكفا سفكتم بها الدماء، وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن حين اشتد غضبي عليكم، ولن تزدادوا مني إلا بعدا. وقال أبو ذر: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. قال الشيخ عبد الكريم الخضير وفقه الله وحفظه بارك فيه، حينما جاء يشرح هذا الحديث، قال: هذه من أحاديث بني إسرائيل، أو من مرويات بني إسرائيل التي أمرنا بأن لا نصدقها ولا نكذبها، وننتفع بها إن كان فيها خيرا. فهنا ننتفع أن الله سبحانه وتعالى صح الخبر عنهم أنه قال: إنكم تخرجون إلى الصعيد. الصعيد هو الخلاء، كما ذكرنا حينما خرج موسى عليه السلام بقومه يستسقون، يعني يخرجون في الصحراء في الأماكن الخالية، يدعون الله تبارك وتعالى عسى أن يغيثهم. فقال: تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة لا طهارة في القلوب ولا طهارة في الأبدان، وترفعون إلي أكفا سفكتم بها الدماء، تقتلون تجرحون تنهبون، وملأتم بها بيوتكم من الحرام، هذه الأيدي تأكلون بها أموال الناس بالباطل، وتسرقون وتأخذون الربا وغيرها من الأمور. الآن حين اشتد غضبي عليكم، الآن ترجعون وقد اشتد غضبي عليكم، ولن تزدادوا مني إلا بعدا. يعني ليس لكم الآن إجابة للدعاء، إنما أنتم بعيدون، ستزدادون بعدا عن الله سبحانه وتعالى. وهذه أيضا مصداق للحديث الذي سبقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومشربه حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب. هنا أنى يستجاب، استحالة الاستجابة.
وهنا أيضا قال ولن تزدادوا مني إلا بعدا، ولن تزدادوا مني إلا بعدا. فهذا أمر عظيم ينبغي أن يتجنبه المرء، وهو أكل الحرام وشربه والاختلاط بالحرام، يتجنب معصية الله سبحانه وتعالى، ويجتنب نواهيه، ويطيع الله سبحانه وتعالى، حتى لا يكون ذلك مانعا يمنعه من إجابة الدعاء، لأنك إن لم توفر هذه الشروط فلا إجابة لك. يقول هنا أبدان نجسة قليلي الطهارة، وأكف سفكة الدماء، وأكلت الحرام، فأنى لهم الإجابة؟ ثم قال وقال أبو ذر يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. يعني ينبغي أن يكون لك من البر وهو العمل الصالح مع الدعاء، حتى مثل ما يكون هناك الملح، أو مثل ما يوضع الملح في الطعام فيعطي له طعما، فشتان بين الطعام الذي به ملح والطعام الذي ليس به ملح، شتان. إذا وضعت فيه كمية بسيطة طاب الطعام، وإن أخليته من ذلك الشيء لم تستسغ الطعام. فكذلك الدعاء لا بد أن يكون هناك من البر والإحسان وتجنب معصية الله سبحانه وتعالى. أما أنك تتجنب كل شأن أو كل المعصية فلا نستطيع، لأننا جبلنا على الخطأ والعياذ بالله، جبلنا على عصيان الله سبحانه وتعالى، أي أن نفوسنا لا تعصي الله سبحانه وتعالى دائما، ولكن نلحق ذلك بالتوبة والاستغفار والإنابة، ولا يكن شأننا كله مختلط بالحرام، ولا نعرف الله سبحانه وتعالى، لا نعرف معروفا ولا ننكر منكرا إلا ما أشرب من هوانا، فهذا ما يستبعد أن يستجاب لمثل هذا المرء والعياذ بالله. فلا بد أن يستقيم المرء على شأنه، على أمر الله سبحانه وتعالى، على ما أراد جل وعلا، ويجتنب نواهيه، عسى أن يغفر لنا ولكم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والقلب يذوب بشكواه، ودموع الذنب تبلله، والكمد يعاود لهواه. الله